النهاردة المصادر اللي معانا بتدخلنا في قصة تحول غريبة وملهمة جدا. قصة كتاب الراهب اللي باع سيارته الفيراري لروبن شارما. بالظبط، القصة عن جوليان مانتل، محامي بيسموه نجم النجوم، نجح نجاح يعني أسطوري. وعنده كل حاجة ممكن أي حد يحلم بيها، قصر، طيارة خاصة. وطبعا الفيراري الحمراء اللي بيعشقها. فالسؤال هو، إزاي الشخص عنده كل ده ممكن يوصل للانهيار التام؟ دي بقى المفارقة اللي بيبدأ بيها الكتاب. حياة جوليان المادية دي اللي كلها شغل وضغط 24 ساعة في اليوم بتوصله في الآخر لأزمة قلبية عنيفة، وهو في نص قاعة المحكمة. أيوة، وعنده 53 سنة بس. اللحظة دي هي اللي بتكسر كل حاجة، وبتكون زي جرس إنذار كده. جرس إنذار بيخليه يعمل إيه؟ بيخليه يبيع كل حاجة حرفياً، بما فيها الفراري العزيزة جداً على قلبه، ويسافر في رحلة للهيمالايا. بيدور فيها على معنى لحياته. بالظبط. فمهمتنا النهاردة هي إننا نمشي ورا رحلة جوليان دي ونشوف إزاي تخلي عن النجاح المادي فتح له باب لحياة تانية خالص، حياة ليها عمق وغنى مختلف. وهنحلل الحكمة اللي لقاها عند مجموعة حكماء اسمهم حكماء سيفانا. والحكمة دي بقى بتتقدم بطريقة مبتكرة جدا. الحكماء مش بيدوا جوليان محاضرات نظرية، لا، بيعلموه أسرار التنوير من خلال حكاية خيالية رمزية. وهي دي بقى النقطة كلها. هدفنا إننا نفك شفرة الحكاية دي ونستخلص منها المبادئ السبعة اللي الكتاب بيعتبرها أساس الحياة اللي ليها معنى. والحقيقة إنها حكاية يعني صعب جدا تتنسي. فعلا. يعني الحكيم يوجي رامان بيطلب من جوليان يتخيل المشهد ده، حديقة خضراء ساحرة وهادية جدا، وفجأة في نص الحديقة دي بيظهر مصارع سومو ياباني ضخم جدا، طوله حوالي 3 متر ووزنه أكتر من 400 كيلو. ولحد هنا الموضوع ممكن يكون غريب، لكن ممكن نتخيله. التفاصيل اللي جاية هي اللي بتخلي القصة السريالية أكتر. جدا. مصارع السومو ده شبه عاري، ما عدا سلك وردي لونه فاقع مغطي أجزائه الخاصة. وهو بيتمشى في الحديقة بيلاقي ساعة توقيت ذهبية قديمة على الأرض، وبمجرد ما بيلبسها بيقع فاقد للوعي. ولما بيفوق على ريحة ورود صفرة جميلة، وبيلمح قدامه طريق متعرج كله مرصع بالألماس، فبيقرر يمشي فيه. تبان كأنها حلم أو قصة أطفال. بالظبط، لكن كل عنصر في القصة دي بيرمز لفضيلة من الفضائل السبعة للحياة المستنيرة. استخدام حكاية زي دي هو أسلوب عبقري نفسياً. العقل البشري بيفتكر الصور والقصص أكتر بكتير من المفاهيم المجردة. صح. شارم هنا بيحول الفلسفة لمشهد سينمائي. كل رمز هو مرسأ ذهني لمبدأ أساسي. بدل ما تحفظ 7 قواعد، كل اللي عليك تفتكر قصة مصارع السمو الغريبة دي. فخلينا نبدأ نفك الرموز دي واحد ورا التاني. تمام. أول حاجة بتقابلنا في المشهد هي المسرح نفسه، الحديقة الخضراء. الكتاب بيقول إن الحديقة دي هي العقل. لو اهتميت بيها وسقيتها بأفكار إيجابية وركزت على جمالها هتزدهر، لكن لو أهملتها وسبت الأعشاب الضارة اللي هي الأفكار السلبية والقلق، بالظبط، لو سبتها تنمو فيها عمرها ما هتنتج سلام داخلي. وهنا الكتاب بيصدمنا بمعلومة قوية جدا عشان يوضح فكرة الأعشاب الضارة دي. بيقول إن الشخص العادي بيفكر في حوالي 60,000 فكرة في اليوم. لحظة واحدة، 60,000 فكرة في اليوم؟ ده رقم مرعب. ده معناه إن عقلنا شغال بدون توقف فعلا. بالظبط. لكن الجزء الصادم أكتر هو إن البحث اللي بيشير له الكتاب بيقول إن 95% من الأفكار دي هي نفس أفكار اليوم اللي قبله. يا نهار أبيض، يعني تكرار ممل وسلبي في الغالب. الكتاب بيسمي الحالة دي طغيان التفكير الفقير. وبكده نوصل لأول فضيلة، إتقان العقل. الفكرة إن إدارة عقلك هي إدارة حياتك. لازم تكون الحارس الواعي على بوابة حديقة عقلك. طب إزاي الواحد ممكن يبقى حارس على عقله؟ الموضوع يبان صعب جدا مع 60,000 فكرة بتهاجمك كل يوم. بص، الكتاب بيقدم تقنيات عملية وبسيطة. في تقنية اسمها قلب الوردة. قلب الوردة؟ أيوة. ببساطة بتجيب وردة حقيقية وتقعد في مكان هادي وتركز في مركزها، في قلبها. تراقب تفاصيلها، لونها، ملمسها. كل ما عقلك يشرد بترجعه تاني للوردة. ده تمرين تركيز يعني؟ بالظبط. أنا فاكر أول مرة جربت تمرين زي ده حسيت إنه سخيف جدا وعقلي كان بيشرد كل ثانيتين. أكيد. لكن الكتاب بيأكد إن التركيز زي أي عضلة محتاج تمرين عشان يقوى.
والتقنية التانية هي التفكير المعارض، ودي قوية جدا. إيه فكرتها دي؟ بتقوم على مبدأ إن العقل ما بيقدرش يحتفظ بفكرتين متعارضتين في نفس اللحظة. فبمجرد ما تلاقي فكرة سلبية دخلت عقلك زي أنا مش هقدر أعمل ده، بتستبدلها فوراً وبشكل واعي بفكرة إيجابية زي أنا عندي كل القدرة إني أنجح في ده. مع الوقت ده بيعيد برمجة طريقة تفكيرك. جميل. يعني بعد ما الواحد ينظف حديقة عقله محتاج يعرف هو رايح فين، وده غالباً اللي بيرمز له تاني عنصر في الحكاية، المنارة الحمراء الشاهقة اللي في نص الحديقة، صح؟ بالظبط. المنارة هي رمز الهدف أو الغاية في الحياة، ودي الفضيلة التانية، اتبع هدفك. الكتاب بيوضح إن كتير من الناس عايشين بدون وجهة واضحة، زي سفينة من غير دفة. وجود أهداف مكتوبة ومحددة في كل جوانب حياتك بيشتغل زي المنارة، بينور لك الطريق في الأوقات الصعبة والضبابية. أيوة. السعادة الحقيقية زي ما الكتاب بيقول بتيجي من السعي المستمر لتحقيق أهدافك اللي بتتماشى مع هدفك الأسمى في الحياة، أو اللي بيسميه دارما. مفهوم دارما ده مثير للاهتمام. هو مختلف عن فكرة الوظيفة أو المهنة بمفهومها الغربي، مش كده؟ تماماً. الدارما مفهوم أعمق، مش مجرد أنت بتشتغل إيه، لكن أنت اتوجدت عشان تعمل إيه. هو نقطة التقاء مواهبك الفريدة مع خدمة الآخرين. لما بتلاقي الدارما بتاعتك، الشغل ما بيبقاش مجرد مصدر رزق، بيبقى مصدر معنى. والكتاب بيقول إن اكتشاف الدارما دي هو من أهم مهام الإنسان في حياته. فعلاً. أوكي، يبقى العقل حديقة والهدف منارة، بس عشان نوصل للمنارة دي محتاجين قوة داخلية وتحسين مستمر. وده اللي بيرمز له مصارع السومو الضخم. بالظبط. مصارع السومو هو تجسيد لمفهوم ياباني اسمه كايزن، ودي الفضيلة الثالثة، مارس كايزن. الفكرة إن النجاح في العالم الخارجي بيبدأ من السيطرة على العالم الداخلي. لازم تشتغل على تحسين نفسك كل يوم، ولو بخطوة صغيرة جدا. على كل المستويات. على كل المستويات، العقلية، الجسدية، والروحانية. فكرة الكايزن دي بتتقاطع مع مفاهيم حديثة كتير زي الجروث مايند سيت أو عقلية النمو. فعلا، مش مجرد تحسين مهارة، لكن تغيير نظرتك لنفسك على إنك كائن قابل للتطور المستمر. صح. والكتاب هنا بيقدمها في إطار روحي شامل، وبيقول إن مفتاح الكايزن هو الخروج المستمر من منطقة الراحة ومواجهة مخاوفك. الماستر بيقدم جملة قوية بتقول إن الخوف ما هو إلا وحش عقلي من صنعنا. وأفضل طريقة للتغلب عليه هي بفعل الشيء اللي بنخاف منه. والكتاب بيقدم الطقوس 10 للحياة المشرقة كخريطة طريق للكايزن، زي طقس العزلة، طقس الحركة الجسدية، وطقس التغذية الحية. وهل الطقوس 10 دي المفروض الواحد يطبقها كلها مرة واحدة؟ ده يبان مرهق جدا. لا طبعا، دي نقطة مهمة. الكتاب بيأكد على مبدأ التدرج. تبدأ بطقس واحد لمدة 21 يوم لحد ما يتحول لعادة، وبعدين تضيف اللي بعده بالتدريج يعني. الفكرة هي البناء التدريجي، مش التغيير المفاجئ اللي غالبا بيفشل. وده بيوصلنا للرمز الرابع في القصة، السلك الوردي الغريب. السلك الوردي اللي لابسه مصارع السومو ده أغرب جزء في الحكاية كلها. بيرمز لإيه ده؟ السلك الوردي بيرمز للانضباط الذاتي وقوة الإرادة، ودي الفضيلة الرابعة، عيش بانضباط. الانضباط؟ الكتاب بيقدم تشبيه جميل جدا. بيقول إن قوة الإرادة زي الكابل الفولاذي. الكابل ده مكون من آلاف الأسلاك الرفيعة. كل سلك لوحده ضعيف وسهل يتقطع، لكن لما بيتجمعوا مع بعض بيكونوا أقوى من الحديد. بنفس الطريقة، الأفعال الصغيرة من الانضباط اليومي، زي إنك تصحى بدري أو تختار أكل صحي. بالظبط، أو تلتزم بالتمرين. كل فعل لوحده يبان تافه، لكن لما بتتراكم بتبني قوة إرادة حديدية. يعني العادات الصغيرة المتراكمة هي اللي بتصنع الفارق. في اقتباس في المصدر عن الموضوع ده، مش كده؟ اقتباس قوي جدا. عندما تتحد خيوط العنكبوت يمكنها أن تقيد أسداً. الله. دي إشارة مباشرة لقوة الانضباط الذاتي المبني على عادات صغيرة ومستمرة. الانضباط مش حرمان، لكنه اختيار واعي بين اللي انت عايزه دلوقتي واللي انت عايزه أكتر على المدى الطويل. تمام. ننتقل للرمز الخامس، ساعة التوقيت الذهبية اللي لقاها مصارع السومو. دي واضحة جدا، بترمز لأثمن شيء بنملكه، الوقت. بالظبط، ودي الفضيلة الخامسة، احترم وقتك. الكتاب بيقول إن إتقان الوقت هو إتقان للحياة. كلنا عندنا 24 ساعة في اليوم.
الفرق في الاستغلال. الفرق بين الناجح وغيره هو في كيفية استغلال الساعات دي. وهنا بيقدم قاعدة ال20 القديمة، اللي هي نسخة من مبدأ باريتو الشهير 80-20. مبدأ باريتو. القاعدة بتقول إن 80% من نتائجنا بتيجي من 20% بس من أنشطتنا. التحدي هو تحديد ال20% دي والتركيز عليها بكل طاقتنا، ونتعلم نقول لأ. ونتعلم نقول لأ بحسم لل80% الباقية اللي بتستنزف وقتنا. بس قول لأ ده من أصعب الحاجات في الحياة، خصوصاً في مجتمعاتنا. فعلا، وعشان كده المصدر بيقدم أداة عقلية قوية جدا عشان تساعد على ده، وهي اللي سماها عقلية فراش الموت. لحظة، عقلية فراش الموت؟ الاسم لوحده صادم ومخيف. مش ممكن التفكير في الموت كل يوم يسبب قلق أو إحباط؟ دي نقطة مهمة جدا، وهو فعلا رد الفعل الطبيعي. لكن الكتاب بيوضح إن المقصود مش التفكير في الموت بشكل مرضي، لكن استخدامه كأداة للفلترة. يعني إزاي؟ الفكرة مش إنك تقعد تفكر في أنا هموت، لكن إنك تسأل نفسك قدام كل قرار: لو ده كان آخر يوم في حياتي، هل كنت هعمل الحاجة دي؟ هل كنت هقضي وقت في القلق ده؟ فهمت. يعني هي أداة لتحديد الأولويات بشكل جذري، بتفصل المهم عن التافه. بالظبط، مش بتعيشك في حالة هلع، لكن في حالة تركيز على اللي يهم فعلا. هي بتجبرك تعيش بشكل مقصود وواعي. تمام. وده بيوصلنا للرمز السادس، الورود الصفراء العطرة اللي صحت مسار الصومو. الورود هنا بترمز للعطاء وخدمة الآخرين بإخلاص، ودي الفضيلة السادسة: اخدم الآخرين بإخلاص. وهنا في مقولة صينية قديمة جميلة في الكتاب بتلخص الفكرة دي. مقولة بتقول: قليل من العطر يلتصق دائما باليد التي تقدم الورود. جميلة. المعنى عميق جدا. لما بتركز على تحسين حياة اللي حواليك، حياتك انت بتتحسن كنتيجة طبيعية. العطاء مش مجرد فعل أخلاقي، لكنه استثمار في سعادتك انت كمان. وده بيوصلنا لآخر رمز في الحكاية وآخر فضيلة، الطريق المتعرج المرصع بالألماس. وده بيرمز لأهمية عيش اللحظة الحاضرة. الفضيلة السابعة والأخيرة: عامق الحاضر. كتير مننا بيقضوا حياتهم بيجروا ورا هدف معين، وبيقولوا لنفسهم هبقى سعيد لما اترقى أو لما اشتري البيت ده. السعادة بتتأجل دايما للمستقبل. بالظبط. الكتاب بيقول إن السعادة الحقيقية هي الاستمتاع بالرحلة نفسها، مش بس بالوصول للوجهة. والألماس بيرمز لإيه تحديداً في الطريق ده؟ الألماس بيرمز للحظات الحاضرة الثمينة والمتلألئة اللي بنفوتها وإحنا مشغولين بالندم على الماضي أو القلق من المستقبل. زي إيه؟ الطفولة، الصداقة، شروق الشمس، محادثة عميقة. كل دي ألماسات على طريق حياتنا. المطلوب مننا إننا نبطأ ونقدرها ونستمتع بيها وهي بتحصل. لأن الحياة في النهاية هي مجموع اللحظات دي. تماماً. إذن الرحلة بتبدأ من محامي ناجح مادياً لكن محطم داخلياً، لرحلة روحانية في الهيمالايا وقصة خيالية عن مصارع سومو، وفي النهاية بنوصل لنظام متكامل لحياة ليها معنى أعمق. والأجمل إن الفضائل السبع دي مش مجرد قايمة، هي سلسلة متصلة ببعضها. فعلاً هي منظومة متكاملة. إتقان عقلك اللي هو الحديقة بيخليك صافي الذهن عشان تقدر تحدد هدفك اللي هو المنارة. ووجود الهدف ده بيديك الدافع للتحسين المستمر اللي هو مصارع السومو. وده بدوره بيحتاج انضباط وقوة إرادة اللي هو السلك الوردي، وإدارة جيدة لوقتك اللي هي ساعة التوقيت. وكل ده في النهاية بيتجلى في خدمة الآخرين اللي هي الورود. وده بيخليك قادر تستمتع بكل لحظة في رحلتك اللي هو طريق الألماس. كل فضيلة بتبني على اللي قبلها. الرسالة النهائية للكتاب من اللي فهمته هي إن التغيير الكبير في الحياة مش بيجي من خطوات عملاقة ومفاجأة، لكن من تغييرات صغيرة وتدريجية بنمارسها باستمرار كل يوم. بالظبط. دي مش مجرد أفكار نظرية، دي دعوة للتطبيق العملي اليومي. تماماً، دي خلاصة الحكمة كلها. الأفعال الصغيرة اللي بنكررها هي اللي بتشكل عاداتنا، وعاداتنا هي اللي بتشكل شخصيتنا، وشخصيتنا هي اللي بتحدد مصيرنا في النهاية. وده بيسيبنا مع فكرة أخيرة نفكر فيها. الكتاب بيقترح إن حياة كل شخص عبارة عن حكاية رمزية. فالسؤال اللي ممكن نسيبه للمستمع هو: لو يومك العادي تحول لحكاية رمزية، إيه هي الرموز اللي هتوصفه؟ هل هو موبايل بيرن طول الوقت؟ ولا مكتب مشتت ومليان ورق؟ أو يمكن حذاء رياضي بالي من كتر الجري؟ ممكن. والأهم، الرموز دي بتعبر عن أي فضائل أو يمكن رذائل.